بتبدأ أحداث مسلسلنا النهاردة باجتماع لفريق لوسينا اللي بيتكلموا عن بنت اسمها إيزابيل. بيتكلموا مع بعض عن إنهم عاوزين يخطفوها. يقول لهم لوسينا إن المهمة دي ما ينفعش تفشل مهما حصل. بينطلق الأبطال علشان يخطفوها، وبنشوف وشم موجود على دماغ واحدة. تطلع الواحدة دي إيزابيل، بنلاقيها عمالة تجيلها تخيلات وهواجس من الماضي، وبيراقبها باتريك علشان يشوف تحركاتها. في الوقت اللي بتكون فيه إيزابيل موجودة في مطعم ومستنية حضور شخص اسمه أوتو، واللي كان مسؤول عن تعذيبها زمان. تقف تفتكر اللي حصل ليها من تعذيب وازاي هما كانوا بيضربوا ابوها وقتلوا اوتو ابوها قدام عينيها، وده اللي بيخليها تسرح جدا. بعدها بيجي لها واحد بيقول لها انت شغاله هنا من امتى، وبيلومها انها بطيئه جدا. بعدها بتحس ايزابيل انها متراقبه وبتستخبى تحت السرير. بتروح تاني يوم الشغل بسرعه علشان ده اليوم اللي هيجي فيه اوتو. تكون ايزابيل بتخطط بعد اشترت سم انها تحط سم الاوتو في الاكل واللي هيعذبه شويه قبل ما يموته، وبكده تكون ايزابيل قدرت تنتقم من اوتو. كل ده بيحصل تحت مراقبة باتريك من فريق لوسينا. بعدها بيقول لها مدير المطعم تروح تجيب حاجة، وبتحس إيزابيل إن دي فرصتها علشان تنتقم من أوتو. قبل ما تحط السم في الإزازة بتتراجع وبتفتكر إنها تقتله بالمسدس اللي معاها، وده علشان يموت نفس الموتة اللي أبوها اتقتل بيها. لكن قبل ما إيزابيل تعمل كده بتلاقي في حد بيهددها بالمسدس. بيطلع إن ده كاسترو اللي بيكون فرد من أفراد فريق لوسينا. وقتها بيدخل في قتال مع إيزابيل علشان ما تهربش منه. إيزابيل بتنجح إنها توقعه على الأرض وتجري منه، بس طبعا خطة لوسينا ما انتهتش لحد كده، لأن في أكتر من فرد كمان مراقبين إيزابيل. بتحاول إيزابيل بقى تضرب عليهم نار وتنط من فوق سور كبير، وبتوصل لبيتها علشان تلاقي هناك حد من أفراد لوسينا مستنيها. خدها وبيخطفها وبيغمى عينيها، وبيبدأ لوسينا يخوفها وبيضغط عليها علشان تقول له معلومات عنها. بعدها بيشيل من على عينها الغمام وبيقول لها معلومات عنها علشان يعرف إنهم مراقبينها. بيقول لها إنه عارف إنها كانت رايحة علشان تقتل أوتو. في الوقت اللي بيعرفها لوسينا ان في اهداف مشتركه بينهم، ان هما كمان مش بيحبوا اوتو وعاوزين يقتلوه. يروح لوسينا بيتكلم مع حد وبيتناقش في كون ايزابيل شجاعه جدا علشان تقدر انها توجه مسدس لشخص زي اوتو في مكانه. بيتناقشوا انها تكون شخص مفيد جدا في الفريق بتاعهم. ولما بيرجع لوسينا للبيت بيلاقي الفريق قاعد بياكل. يقول لهم انتوا ازاي سابينها لوحدها وقاعدين هنا؟ يقولوا له انها اكيد مش هتعرف تعمل حاجه وهي مربوطه. يروح لوسينا وبيفك الحبل اللي ربطوا عليها وبيقول لها تقدري تمشي لو عاوزه، لكن اللي انت بتعمليه هيتطلب منك مجهود ووقت كبير. وبتقول له انت ما تعرفش اللي انا شفته علشان اكون عاوز اقتل اوتو كده. يقول لها لوسينا من قالك انت الضحيه الوحيده لاوتو؟ احنا كمان بندور على شريك اوتو وعاوزين نقتله. اتضح ان لوسينا عاوز ايزابيل علشان هي الوحيده اللي تعرف شريك اوتو مين، وهي الشخص الوحيد اللي شافته ويقدر يحدد هو مين. بيسال عنه وبتقول انه اسمه خايم. وساعتها لوسينا بيقول لها احنا اهدافنا مشتركه، اما تكوني معانا او ضدنا. وبتمشي وقتها ايزابيل وبتفضل فاكره كل اللي حصل معاها. ده في الوقت اللي بيبقى شايف فيه كاسترو ان وجودها معاهم مش حلو، وانها تكون عيب عليهم علشان هي ست. بيبدأ باتريك يحكي له عن بطولاتها وبيتناقشوا يخلوها معاهم ولا لا. بتظهر ايزابيل وبتروح لهم وبتقول لهم انها قررت تبقى معاهم. فبيديها لوسينا مسدس وبيقول لها من النهارده انت عضوه في الفريق بتاعنا، وان قدامهم اسبوع علشان يوصلوا لخايم قبل ما يسافر ويهرب من اسبانيا. تاني يوم بيقعدوا كلهم مع بعض علشان يتعرفوا على بعض، وكل واحد فيهم بيعرف التاني كان محبوس فين وايه قصته. بيتناقشوا في ادوار كل واحد فيهم في الفريق تكون ايه. يبان ان باتريك شخص ايمانه بقى ضعيف جدا بعد كل اللي حصل له، ويقفوا كلهم يوعدوا بعض انهم هينفذوا الاتفاق اللي بينهم لاخر نفس. تعجب ايزابيل بقد ايه هم فريق قوي متحد ومخلص لبعض، وبتكون عاوزه تعرف ايه السر ورا ده. بعدها بيروحوا للفندق بتاع اوتو وبيراقبوه، وبيدخل كاسترو وجون، وبيلاحظ اوتو ان في حد بيتسلل وبيحاول يهرب. يقوم اوتو علشان يشوف مين اللي بيعمل كده وبيمسك المسدس. بعدها التليفون بيرن وبيصرف الانتباه عنهم شويه، بيطلع اللي بيرن هو جون، وبيقول له جون انا قادر اسمع صوتك وانت بتتنفس. بيكون كل ده إلهاء علشان كاسترو يقدر ينزل من غير ما اوتو يحس بيه. ده اللي بيحصل بالفعل، وبيدخل كاسترو أوضة ست مسنة. بينزل من عندها بسرعة وبيركب مع جون. في الوقت ده بتكون إيزابيل مع لوسينا في الفندق. بيطلب منها لوسينا انها تتعرف على إلسي مرات اوتو. تفكر لوسينا إلسي وانها كانت الخادمة بتاعتها وهي صغيرة. بتفتكر لوسينا إلسي وانها كانت الخادمة بتاعتها وهي صغيرة. بتفتكر ذكرياتهم مع بعض وبتشوفها إلسي وبتلتفت ليها. في الوقت اللي بيكون فيه باتريك مع لوسينا في العربية، بيجي ظابط علشان يفتش وراهم ويعرف هما مين قبل ما يدخلوا. بيطلب منه انه يفتح شنطة العربية وينزلوا هما الاتنين معاه. بيلاقي ان الشنطة كلها مسدسات واسلحة، فبيخطفوا الظابط. بعدها بتقابل إيزابيل إلسي وبتمشي، وبتلاقي لوسينا مستنياها. تسمع صوت حد في العربية وبتعرف انهم خطفوا الظابط. اليوم بيجهزوا نفسهم لحفلة تنكرية هيكون فيها اوتو. بيجهزوا اللبس بتاعهم وبيروحوا للحفلة على انهم متجوزين. بيرقصوا مع بعض وبتقول له مالك، بيقول لها لوسينا انه نسي الشعور ده من زمان. بتروح إيزابيل بعدها وبتتكلم مع إلسي، وبتلاقي انها حزينة جدا بسبب خيانة اوتو ليها اكتر من مرة. بتروح بعدها بتنادي على اوتو، بيقابلوا بعض وبيقول لها حاسس اني شفتك قبل كده، فبتقول له انت غلطان. بيبداوا يتبادلوا الاحاديث مع بعض.
بيتفقوا انهم هيتقابلوا مرة تانية وهيتفسحوا مع بعض. بعدها بيحاول اوتو يستفزها عن طريق انه يقول لها المسي الندبة اللي في وشي. ايزابيل بتكون جريئة جدا وبتقدر تلمسها. بعدها بيروح لسينا ومعاه ايزابيل وبيتفقوا هيعملوا ايه، وبيحكوا لبعض اللي حصل معاهم قبل كده وازاي هما كانوا بيستعبدوها في المعسكرات بتاعتهم. وتاني يوم بيصحوا بيلاقوا ان في مكالمة ضاعت عليهم لخايم بسبب ان كاسترو اللي بيراقب المكالمات طلع وساب الجهاز. بيدوروا كلهم على كاسترو ومش بيلاقوه. فجأة بيدخل عليهم كاسترو وبيتعصب جون عليه وبيقول له انت كنت فين؟ بيقول له كاسترو بيقول له اهدى انا كنت بتمشى بره شوية. بيقف مأزق بسبب انهم ما سمعوش كل الكلام اللي اتقال. ما بيبقوش قادرين يحددوا هل اوتو قدر يكشف هويتهم ولا لا. بيقول لهم باتريك انه قلقان عليهم من المشوار ده وده لان الناس دول اشرار جدا وبيتباهوا بالناس اللي بيقتلوهم. لكن ايزابيل بتكون شايفه انهم لو ما راحوش الميعاد اللي متفقين عليه هيشكوا اوتو فيهم وهيخليه يحس ان في حاجه غلط. قرر ايزابيلا واوتو انهم يروحوا يحضروا عادي جدا ويعرض عليهم اوتو يروحوا لمكان تاني. ايزابيل بتقول لهم ان الوقت اتاخر وانها مش عاوزه تروح في حته. بتشك ايزابيل في الجرسون اللي موجود. بتروح وراه وبتهدده بمسدس انها تقتله لكنها بتتفاجئ انه تبعهم في الوقت اللي بيكون فيه باتريك موجود بره وبيراقب اللي بيحصل علشان ما يتعرضوش لخطر. ساعتها بيعرض اوتو على ليسينا انه يروح معاه مشوار. بتقلق ايزابيل وبتقول له انها مش عاوزه تروح علشان الوقت اتاخر. بيقول لها الوقت اتاخر بالنسبه ليك انت لكن بالنسبه لنا كرجاله ما اتاخرش ولا حاجه. بيطلب من إلسي انها توصلها لكن ايزابيل بتقول له ما تقلقش انا هعرف اروح لوحدي. بيركب لوسينا مع اوتو وبيمشوا بيوصلوا المكان اللي اوتو عاوز يروح له. بيقف لوسينا مع اوتو وبيقول له انه مش بيثق في حد بالساهل. وبعدها بيفتشوا كويس قوي وبيقول له ان الاسلحه ممكن تستخبى في اي حته. في الوقت اللي بتكون فيه ايزابيل مع إلسي مرات اوتو تبدا ايزابيل تتعرف على المكان وبتقول لها لوسينا لو حابه تباتي معايا خليكي هنا. ايزابيل بتقول لها انها عاوزه تطمن على جوزها لوسينا. في الوقت اللي بيكون فيه لوسينا مع اوتو بيتحدى اوتو انه يقدر يقتل حصان من الموجودين. بعدها بياخد اوتو السكينه من ايد لوسينا وبيقول له ان الطريق الاحسن علشان يقتلهم وبتكون من خلال انه يطمنهم ويحسسهم بالامان الاول وبعد كده يقتلهم ويغدر بيهم. وساعتها كل الاحصنه الموجوده بتغضب عليه. اوتو بيقول له هي دي القاعده يا تقتل يا تتقتل. بنشوف ايزابيل وهي قاعده مع لوسينا وبتقول لها انا عارفه انك مش متجوزه من لوسينا وان هي كمان مضطره تتجوز اوتو علشان هي كمان تنجو. بتقول لها ان ما عندهاش اصدقاء كتير بسبب اللي حصل لها في حياتها. تطلب منها يبادلوا الاسرار مع بعض لكن ايزابيل بتقول لها انا ما عنديش اسرار في حياتي. بعدها بتخرج ايزابيل بعد ما حست بالخوف الشديد من إلسي. وصل لها باتريك وبيحاول يهديها وبيحكي لها قصته في السجن. لما بيرجعوا بقى على البيت بيلاقي ان لوسينا لسه مرجعش. بيعرفوا ان لسه مع اوتو فبيلاقوا عليه وبيحسوا انه مدبر لهم حاجه. ان لوسينا اتخطف ومش راجع تاني. وبيجهز الكل مسدسه وبيستنوا اللي هيدخل عليهم وبيتفاجئوا ان لوسينا. بيقول لهم لوسينا انه قدر يكسب ثقه اوتو وانه يعرف منه يجيب لهم معلومات عن خايب. وتاني يوم بيروح لوسينا وايزابيل لاوتو. بيكون اوتو مش قد التفتيش عليهم جدا لكن لوسينا بترفض انها تتفتش. بيفهم لوسينا ان ايزابيل معاها مسدس بتاعها. مجرد ما بتدخل ايزابيل وبتشوف البدل العسكريه بتفتكر اللي كان بيحصل. بتبدا تعبر بعاطفتها شويه لكن لوسينا بيداري عليها علشان ما يتكشفوش. بعدها بيروح اوتو مع لوسينا وبيعقدوا اجتماع علشان الشغل. بيعرف انهم بيخططوا لصفقه اسلحه جديده وبيقول له اوتو على اسراره. حاول لوسينا انها تسمع هما بيقولوا ايه. في الوقت اللي بيجي فيه إلسي علشان تطمن على ايزابيل فبتحاول ايزابيل تخرج بسرعه وده علشان ما تكشفش امرهم. بتلاحظ ايزابيل انهم ما قالوش اسم اي حد في الصفقه اللي هتحصل. تحس ان ده تعمد منهم علشان يقدروا يحموا خايم وكمان ده بيصعب عليهم مهمتهم اكتر واكتر علشان هما مش قادرين يوصلوا لمكان خايم بسهوله. بيطلع باتريك وبيحاول بتتبع العربيه بتاعت إلسي واوتو علشان يعرف هما فين. اوتو بينجح انه يفلت من باتريك وبيقول له انه فشل في انه يعرف مكانهم. تاني يوم بيشك الفريق ان مكانهم اتعرف وساعتها كلهم بيحتاروا هيعملوا ايه. لهم لوسينا انهم ما ينفعش يسيبوا الشك يقتلهم بالشكل ده وانهم يتعاملوا مع كل حاجه بشكل طبيعي لحد ما يتم اثبات العكس. بيدخل لوسينا وبيكون زي المجنون وعمال يفتش في كل حاجه وبيمسك واحد ملوش دعوه بحاجه وبيساله عن تفاصيل ما يعرفهاش. بعدها بيديله فلوس وبيقول له انسى اللي حصل ده وما تجيبش سيرته. بعدها بيتكلم لوسينا مع ايزابيل وبيقول لها ان اللي حاصل ده معاه ده بسبب انه قعد فتره طويله من غير صديق وانه ما بقاش بيثق في حد من ساعتها وانه بيثق في مجموعته بس وده لان بينهم حاجات مشتركه كتير. بعدها بتيجي مكالمه للوسينا وبيكون لازم يروح يقابل اوتو. بتقول له ايزابيل انها عايزه تروح معاه لكنه بيقول لها انه واثق فيها وان ما ينفعش تمشي دلوقتي. ولما بيروح لوسينا بيلاقي انهم بيدعوا لاحتفال معين وان مفيش حاجه خطر ولا حاجه وان كل الشك ده كان على الفاضي. بعدها بنشوف جون وكاسترو هما بيراقبوا حد تبع خايم. بيجري وراه كاسترو لحد ما بيدخلوا مسرح كبير واللي بيستخبى فيه الشخص ده. وبعدها بيعمل الشخص ده اكتر من خدعه لكاسترو. بيقول له كاسترو لو عاوز تلعب يلا نلعب. تستمر المطاردة وضرب النار بين الاتنين لحد ما بينجح انه يهرب.
أول ما بيطلع بيخبطوا جون بالعربية علشان يفقدوا الوعي، وبيركب كاسترو وبينقلوه للوسينا، واللي بيبدأ يستجوبه علشان يعرف منه معلومات. بيقعد الكل يسمع صوت تعذيب لوسينا للشخص ده، وبنشوف لوسينا وهو رايح في مكان بتقول له إيزابيل إنها تروح معاه وإنها بتعرف تعتني بنفسها كويس. وبيفقد لوسينا الأمل في الشخص ده إنه يتكلم ويقول لهم يقتلوه. بيحطوه في العربية وبيختاروا مين فيهم اللي هيقتله. في الوقت اللي بيقتحم فيه لوسينا وإيزابيل المكان وبيجي واحد عشان يقتلها، لكن بيتدخل لوسينا وبينقذها. بتعمل فوضى كبيرة جدا في المكان وبيبادلوا إطلاق النار. بعدها بنشوف باتريك هو اللي اختار إنه يخلص على الجاسوس، لكن الجاسوس بيقول له على مكان خايم وبترجى يسيبه. بيروح بعدها باتريك يقول للوسينا على المكان اللي المفروض إنه خايم فيه، وبنشوف الفريق بعد ما راحوا للمكان اللي المفروض هيكون فيه خايم. وبيبدأ تقف إيزابيل وبتحكي لهم قصتها مع خايم، وبتقول لهم إنها فاكرة كل حاجة كانت بتحصل في المكان ده. بيبدأ الفريق يوزع الأدوار بينهم، وبتقول له إيزابيل إن محدش سمع عن المكان اللي اتذكر ده. بيقول لها لوسينا ادينا هندور ونشوف، وبتقول لهم إيزابيل إن مكانهم أكيد هيكون على البحر. لما بيسألوها أنت عرفت منين، بتقول لهم إن إلسي قالت لها إن أوتو بيحب البحر جدا، وإن دي الطريقة اللي هتوصلهم بأوتو وخايم. بعد بحث طويل بيقدروا يوصلوا لمكانه، لكنهم ما بيكونوش قادرين يتأكدوا إذا كان هو ولا لأ. فلما بترجع إيزابيل بتلاقي باتريك بيرسم حاجة، وبتقول له أنت بترسم إيه؟ بيقول لها إنه بيحاول يرسم حاجة متخزنة في ذاكرته، لكنه مش قادر يفتكرها بشكل كافي علشان يعرف يرسمها. بيبدأ يحكي لها عن قصص التعذيب اللي شافها في السجن، ويقول لها إن عمره ما افتكر إن هيقتل حد هو كمان، وإن ده اللي بيحصل في الحياة بشكل عام، وإن الواحد لازم يبقى قوي علشان يقدر يعدي بكل ده. بعدها بتروح إيزابيل وبتراقب خايم هي ولوسينا، وبيسألها لوسينا متأكدة إن ده خايم. بيكون خايم واقف بظهره، وبتقول له إيزابيل إنها مش متأكدة، وده لأنها مش قادرة تشوف وشه كويس. طبعا لوسينا هي الوحيدة اللي تعرف شكل خايم، وعلشان كده محدش هيحدد مين خايم غيرها. بتبقى نفسها إن خايم يلف جسمه علشان تقدر تشوفه كويس. يقف لوسينا بيحاول ياخد له أكتر من صورة يمكن يظهر له وشه فيها. بعدها بيلاحظوا إن الخدامة بتنظف الزبالة، فبينزلوا يشوفوا الزبالة فيها إيه. تلاقي إيزابيل إن الزبالة فيها نوع معين من الحلويات واللي خايم كان بياكله باستمرار. بتروح لوسينا وبتقول له إن ده خايم، لكن لوسينا بيكون رافض إنه يستند على دليل مش قوي. بيقول لها إن هي فرصة واحدة قدامهم ما ينفعش يجازفوا بيها. تعصب عليه إيزابيل من كتر ما هي عاوزة تنتقم، لكن لوسينا بيهديها وبيقول لها مش انت لوحدك اللي عاوزة تنتقمي منه، وإن الموضوع مهم بالنسبة لهم زيها بالظبط. في الوقت ده بيكون كاسترو بيراقبهم وبيعرف إنهم بيخططوا يقربوا خايم عن طريق البحر. بعد كده بنشوف كاسترو بيعرض على جون إنهم يتفسحوا في البحر شوية. بيلاحظ كاسترو إن المركب بيسرب بنزين، وبيمسكوا جون وبيغرقوا في المية، وبيقول له جون أنا شفتك بتشاور لحد بالليل. بيشكوا جون في كاسترو إنه خاين، وبيعرف بعد كده كل الموضوع، وإن كاسترو كان بيحاول يكلم بنت لكن الموضوع ما نجحش معاه، وإن ده كل الموضوع بالنسبة له مش أكتر. فلما بيرجع على البيت بيدخل كاسترو في حالة عصبية، وبيكون عاوز يروح يقتل خايم ومش قادر يستنى أكتر من كده. في الوقت ده بيقف لوسينا وبيقول له لو طلعت بره هقتلك. بيبدأوا يتخانقوا سوا، وبيتدخل جون علشان يفض الاشتباك بينهم. بيلاقي باتريك فكرة ذكية يقدروا بيها إنهم يتأكدوا مين اللي في البيت، هل هو خايم ولا لأ. بيستغلوا مهارة كاسترو في الكهرباء، وبيفصل كاسترو الكهرباء عن المنطقة كلها، فبتضطر إلسي إنها تتصل بحد علشان يصلح الكهرباء. وقتها بيقدر كاسترو إنه يدخل البيت عندهم ويتسلل لأوضة من الأوض، وبينجح إنه يشوف خايم ويصوره بعد ما حاول الحارس إنه يمنعه من إنه يدخل. مش بس كده، ده كمان كاسترو بيسمعهم هما بيقولوا إن السفينة هتطلع بكرة وإنهم هيقربوا خايم لمصر. بيتصل كاسترو بالفريق بتاعه وبيبلغهم باللي حصل. وبعد ما بيحمض جون الصور بتعجز إيزابيل برضه عن إنها تحدد إذا كان خايم ولا لأ، وده بسبب إن مربي لحيته واللحية مدارية على العلامة اللي في وشه. بتقول له أنا معرفش هل هيطلع ده خايم ولا لأ. اضطروا إنهم يعتمدوا على كلام كاسترو اللي قاله لهم، وبينزلوا بسرعة وبيحاولوا يطاردوهم وبيتعرضوا للخداع. أول ما بيدركوا الخداع ده بيجروا وراهم بسرعة للمركب، وبيفضلوا يتتبعوهم لحد ما بيوصلوا لهم وبيقربوا من السفينة بتاعتهم. بيبدأ تبادل إطلاق النار بينهم، وبيقول لهم لوسينا يجهزوا كويس قوي، وبيفرقعوا المركب بتاعهم في سفينة خايم بعد ما نطوا منها في البحر. وبتتضرر السفينة بتاعت خايم جدا، بتحصل لهم إصابات كتيرة. وبعدها بيلاقوا أوتو إن خايم مرمي على الأرض ومش قادر يتنفس. أول حاجة بيقولها خايم إنه شاف الموت بعينه وإنه محتاج لمساعدة بسرعة. بيجري أوتو على المستشفى وبيودي خايم لهناك علشان يتعالج بسرعة، بيكون مش قادر ياخد نفسه. ساعتها بيتصل أوتو بإلسي وبيقول لها تخلي بالها على نفسها. بيعرف إن في أمور مش متوقعة حصلت، إنه يرجع لها قريب وإن خطته هي اللي هتنجح ومحدش هيقدر يقف قصاده. في الوقت ده بتكون إيزابيل لسه نايمة وبتحلم الحلم اللي بتشوفه دايما، ولا لوسينا إن خايم هرب. وبعدها بينزل كاسترو وبيقول له إن مرات أوتو هربت هي كمان، وده معناه إن في حد حذرها. في الوقت اللي بيعمل فيه باتريك مكالماته، وأول ما بيخلص بيبتسم. بيكون سبب ابتسامته إنه عرف مكان خايم وقدر يحدد إنهم موجودين في المستشفى دلوقتي. وقتها بيقرر الفريق إنهم يروحوا له المستشفى ويمسكوه من هناك. بيطمن أوتو على خايم وبيقول له الدكتور إنه محتاج يقعد في المستشفى كام يوم،
اوتو بيقول ان لازم ياخده يمشي النهارده، لكن الدكتور بيصمم على كلامه. في الوقت ده بيوصل الفريق المستشفى، بيشوف واحد من اللي كانوا معاه على المركب، ومن خلاله بيقدر يحدد مكانه فين، وبيطلعوا بسرعه علشان يدوروا عليه. يتفاجئوا ان السرير بتاعه فاضي وان مفيش حد عليه، لكن ده بيكون بعد فوات الاوان، لانهم بيتفاجئوا ان في قوات كتيره مستنياهم، انهم وقعوا في الفخ وشبه محاصرين في المستشفى. فلما بيحاولوا ينزلوا بيلاقوا القوات دي قدامهم بالظبط على السلم، فبيرجعوا من تاني بسرعه وبيدخلوا الاوضه سريه في المستشفى محدش بيدخلها. بيسال جون كاسترو ويقول له كاسترو ان المستشفى متراقبه وان الحراسه مشدده جدا في كل مكان فيها. بيبص لهم لوسينا وبيقول لهم انا عارف قراري، وبيأكد عليهم انه مش هيمشي من غير خايم، وبيقول لهم من حق اي حد فيكم انه ينسحب، وانه مش هيجبر اي حد يشارك في العمليه دي، وده لانها خطر المره دي وممكن تهدد حياتهم. ساعتها بيبدأ الصحاب يتكلموا مع بعض ويتشاوروا. بيروح كاسترو بيقول له جون فاكر اول مره قابلتك فيها؟ اليوم ده كان اخو كاسترو مات. بيقول له كاسترو انا ما كنتش اعرف ان هيبقى ليا اخ تاني، لكن بيبان ان جون متاثر وساكت وما بيردش غير بكلمه واحده، وان بيقول لكاسترو احنا هنخرج من هنا ومش هنموت دلوقتي. بعدها بيلاحظ كاسترو ان جون متاثر قوي بكلامه وبيحس ان في حاجه غلط. بيعرف كاسترو ان جون عمل غلطه كبيره زمان، وده لما بيشوف صور لاخو كاسترو معاه، وبيعرف ان كاسترو اخوه مات بسبب جون. وقتها بيتضايق وما بيعرفش يعمل ايه، وبيكون عاوز يقتل جون، وبيبصله بيقول انا عمري ما هسامحك ابدا على انك سبت اخويا لوحده. وبعدها بيقرر الكل انه يقول للوسينا انهم هيكملوا معاه مهمته. يقول لهم لوسينا انهم لازم يحضروا اللي هيحصل النهارده، وانهم لازم يشتتوا الجنود اللي في كل حته في المستشفى، وده من خلال حدث صاخب جدا. وفجاه بتقطع الكهرباء في المستشفى، وبيعرف ان اوتو ده حصل بسبب فريق لوسينا. قرر انه يجمع الجنود في مكان معين علشان فاكر ان الفريق هيكون واقف فيه، وتكون دي اللحظه المناسبه لدخول لوسينا والفريق بتاعه. وقتها بيحضروا قنبله وبيرموها على الجنود، وبيدخلوا بعدها للمكان اللي فيه خايم. فعلا بيقدروا يوصلوا له، بس ده بعد ما بيكون اوتو عرف مكانه. بيتم محاصرتهم من جديد، وبيحاول لوسينا يقنع اوتو انه يسيبهم يخرجوا. بيقولوا انه مش عاوز يضره هو، وانه عاوز خايم بس، لكن اوتو ما بيقتنعش باللي بيتقال وبيفضل يضربهم بالنار. بيتبادل فريق اطلاق النار مع بعض. تحاول ايزابيل انها تقتله، بيتبادلوا كلهم اطلاق النار لحد ما بيوصل لوسينا لسرير خايم. فجأة بيلاقي مسدس اوتو على دماغه. بتقرب ايزابيل هي كمان وبتحط مسدس على دماغ اوتو، بيقول لها لوسينا ما تقلقيش مش هيقدر يقتلني. بيخليهم ياخدوا خايم ويهربوا، وبيدخل في معركة مع اوتو. اول ما بينزلوا بخايم بيحصل تبادل لاطلاق النار من تاني، ولاحظوا ان خايم قرب يموت، فبيضطروا يرجعوا للمستشفى من تاني. وقتها بيتحاصروا من جديد وبيحتاروا يعملوا ايه. بيفتكر كل واحد فيهم مستقبله وحياته والطريقة اللي هيموت بيها، لكن فجأة بيسمعوا صوت حد جاي عليهم. بيطلع الدكتور بتاع خايم وبيقرروا انهم يعملوا خطة جديدة. الخطة بتكون عبارة عن إلهاء لأوتو لحد ما يقدروا يخرجوا بخايم. فبيتصل الدكتور ده وبيقول له إنهم في المشرحة، الوقت اللي بتخرج فيه إيزابيل ومعاها خايم، وبينزلها لوسينا في الأسانسير وبيكمل هو الخطة. بيتعرض جون وكاسترو للخطر، لكن جون بيحمي كاسترو وبياخد الطلقة مكانه. أما إيزابيل فبيوقفها شوية جنود، لكن بفضل باتريك بتقدر تقتلهم. بيقول باتريك اركبي العربية وامشي. بتقول له إيزابيل مش همشي من غيرك، لكن الطريقة الوحيدة علشان إيزابيل تمشي مع خايم إنها تهرب. وقتها بيطمن لوسينا إن خايم معاهم. ساعتها بيبتسم لأوتو، بيبان على ملامحه ووشه إنه مش فارق معاه إيه اللي هيحصل له طالما قبضوا على خايم. بعدها بنشوف إيزابيل في موقف قديم وهي قاعدة مع جون وماسكة المسدس. بتحاول إيزابيل إنها تصلح المسدس، لكنها بتكون مش عارفة. بياخدوا جون من إيدها وبيقول لها هاتي علشان كده هتكسريه. بيشرح لها طريقة تصليحه وهتبقى إزاي، وبيقول لها إن بالطريقة اللي كانت بتعملها دي الطلقة كانت هتسد المسدس وهتكسره. بتسأله إيزابيل انت عرفت منين كل ده؟ بيرد بيقول لها انه دخل حروب كتيرة. بتلاحظ إيزابيل ان فيه على ايده اكتر من وشم، بيكون كل وشم فيهم باسم اصحابه اللي ماتوا على ايد دكتور خايم. بتقول انها لو ماتت ما تتمناش ان يكون حد فاكرها ويتكتب اسمها على جسمه. بعدها بتفوق إيزابيل وبتفتكر ان خايم متكتف جوه وعمال ينادي ويقول ساعدوني. تطلع إيزابيل بعد ما تخبي المسدس في جيبها، وبيكون خايم فاكر في البداية انها طالعة علشان تساعده. فبتقول له إيزابيل اسكت خالص. تسمع صوت حاجة غريبة تحت، تنزل علشان تشوفها، وبتتفاجئ بكلب شرس جاي يهجم عليهم. تحاول إيزابيل انها تروضه من غير ما تضرب عليه نار. في الوقت اللي بيقول لها خايم خلي بالك انت قبضت على الشخص الغلط، ولا كمان انه لسه عامل عمليه ومحتاج ينتقل له دم حالا، ولا كمان لو فكتيني وخليتيني امشي مش هبلغ الشرطه. وبتفتكر إيزابيل مشاهد التعذيب اللي شافتها اللي حصلت على ايد دكتور خايم، وبتقول له ما تكدبش اكتر من كده لان الكذب مش هيفيدك. تقول لها صدقيني انا مش هو. قرر إيزابيل انها تعرف بنفسها اذا كان هو ولا لا. بتجيب اداه حاده وبتقطع دقنه وبتقول له دي نفس الطريقه اللي كنت بتعذب بيها الناس. وقتها بتلاقي ان تحت دقنه العلامه اللي هي عارفاها. تاكد ان ده خايم فعلا. يكمل خايم كدمه بيقول لها مش معنى ان عندي العلامه دي ان انا خايم، ولان في ناس كتير عندهم العلامه دي. وبيبدا يقول لها هو قتل كام واحد ويستفزها بكلامه ويشوش عليها.
متقدرش إيزابيل تمسك نفسها لحد ما بتروح تمسك نبات وبتتعور منه. ساعتها بتبدأ تهدى، وقتها بتتعرض للتشويش من تاني. تفتكر لما اتعرفت على كاسترو وقت ما دخلت عليه لقيته ماسك صورة أخوه في إيده. بتقول له إيزابيل على الأقل أنت معاك صورته وقادر تشوفه، أنا ما عنديش أي حاجة توريها لي من تاني. بتقول إن الطريقة الوحيدة اللي بتشوف بيها أخوها هي إنها تتخيله. تبدأ تحكي له قصتها علشان يتعرفوا على بعض أكتر. ساعتها افتكر كاسترو ذكرياته مع أخوه وقعد يعيط. تحضنه إيزابيل علشان تخفف عنه شوية. بعدها بترجع إيزابيل تاني الخيم وبتقول له إنهم قتلوا أبوها في أول يوم وصلوا فيه للمعسكر. بيبدأ خايم يبرر من تاني، لكن إيزابيل بتقول إنهم قتلوا أخوها وعنده 15 سنة، وإن أخوها ما كانش بيحاول يعاديهم ولا يعمل أي حاجة. مع ذلك حاولوا يقتلوه. وساعتها بيبدأ خايم يختلق قصص تستفزها من تاني، يقول إن أخوها فضل يتعذب كتير لحد ما مات. تفضل إيزابيل تتخيل اللي كان بيحصل فيه، تفقد أعصابها وبتطلع المسدس وبتكون خلاص هتقتل خايم قبل ما يجي واحد من ظهرها وبيضربها على دماغها. تحلم إيزابيل بباتريك وبيعلمها الرأس، وبتفوق بتلاقي شخص غريب واقف معاهم بيقول لها إنها بترتكب جريمة وإن خايم لازم يتعالج حالا. تحاول إيزابيل تقنع الشخص ده إن خايم شخص سيء، بتحكي له اللي حصل منه، إنه كان بيعمل حاجات بشعة علشان يعذبهم، وإنها عاوزة تقدمه للعدالة علشان يتحاكم. في الوقت اللي بيقول لها خايم فيها أنت نسيتي إن أنا اللي خليتك عايشة لحد دلوقتي. بيحكي قصة إن هي وهي صغيرة كانت مريضة وهو اللي خلاها تعيش وعالجها، وده على الرغم من كون باقي الناس كانوا شايفينها مجرد خدامة ما تستحقش تتعالج. بعدها بيبدأ خايم يفقد الوعي، فبتقول إيزابيل للشخص ده فكني بسرعة لأن خايم ما ينفعش يموت. وقتها بيحس الشخص ده إن الموضوع كبير وبيفكها، وبيقول لها أتمنى لك تاخدي حقك منه وتوصلي لحاجة ترضيكي. بيسيبها وبيمشي. وقتها بتعمل إيزابيل نقل دم بسرعة لخايم علشان ما يموتش. وقتها بتفتكر إيزابيل لوسينا وهو بيحكي لها عن شغلهم، بيقول لها الحاجة الوحيدة اللي هم بيسعوا ليها هي الحرية وتحقيق العدل، إنهم مش بيقتلوا حد ولا بيعذبوه. وبيطلق وقتها على إيزابيل لقب كاجورا، وده علشان هي سريعة جدا وحركتها خفيفة مش وقتها. من وقتها هو بيناديها بالاسم ده. وأثناء ما بتكون إيزابيل بتنقل دم الخايم بتسمع صوت عربية مقربة عليها. ساعتها بتجري بسرعة علشان تعرف مين اللي جاي. تخاف إن يكون حد من الأعداء جاي يخلص عليها، وبتطلع مسدسها وبتطلع تقف ورا الباب. بيطلع إن اللي جاي ده باتريك، وبيكون معاه جون وكاسترو. طبعا جون بيكون لسه مصاب وتعبان، لكنه بيقول لهم أنا كويس ما تقلقوش. أما باتريك بياخد إيزابيل في حضنه بيحاول يهديها. ولما بتسأله إيزابيل عن لوسينا بيقول لها إنه ما يعرفش هو فين، وإن هو الشخص الوحيد اللي مرجعش معاهم. في الوقت ده بيكون اوتو مشغل موسيقى وبيكهرب لوسينا، وبيتعرض لوسينا للتعذيب بالكهرباء لحد ما بيفقد الوعي تماما. في الوقت ده بينهار باتريك في الوقت ده باتريك بيدعي ربنا ان لوسينا يكون كويس، انه محدش يتظلم في الدنيا من تاني. وبيخلص المسلسل على مشهد لإيزابيل وهي بتتصل بأوتو وبتقول له انها عاوزاه. يا ترى هل إيزابيل عاوزة تعمل صفقة تبادلية وترجع لوسينا مكان خايم، ولا إيزابيل ناوية على ايه؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي من المسلسل. لو عجبكم جزء النهارده ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.